كثير من الناس يتكلموا يقولوا اليمنيين والعرب اللي موجودين في اوروبا فاشلين. تعالوا انا اليوم اثبت لكم واوريكم قصص نجاح اليمنيين اللي موجودين هنا في اوروبا. تعال معي هي. وبعرفكم يا شباب على حاتم الرياشي صاحب سلسله مطاعم اليمنيه، ما شاء الله تبارك الله، سباق للخير، كامبات ودى مطاعم ودى اكل، مؤتمرات جاليه كله اكل يا حبيبك، امورك بالسليم. شوف الانجازات، طبعا المعروف لا يعرف. هذه كلهم ما شاء الله احمد حلمي ومدري مين، بس في واحد هنا طامسوه ما عليك منه، هذا برا الحسب، هذا اكلوا مع عسل. وتشرفنا بالاستاذ حاتم الرياشي صاحب مطاعم المطعم اليمني. وعندنا سؤال لحاتم، ايش سر النجاح؟ اول شيء محبه الناس والاجتهاد في العمل والطاقم المميز، الكفو اللي عندي. وما في المتابعين خصم شيء؟ لمتابعينك 30% خصم، وبعطيك كوبونات توزعهم للمحبين حقك. الله يعطيك بس قبل كذا انا عندي رساله اوجهها لاخواننا اللي في الكامبات. اول شيء كونوا نموذج لبلدكم، وارجوكم غايه الرجاء اجتهدوا وادخلوا سوق العمل، لان ما حد بيفيدكم ولا تقعدوا تنتظرون المساعدات ولا شيء. ما بيفيدكم حاليا في الوضع هذا مع القرارات الجديده الا سوق العمل، لأن إذا شافوك مجتهد شغال قاعد تدفع مش عاهة على البلد هذه، والله أمورك ماشية. أمورك سليم سليم والله. ما شاء الله تبارك الله، جميع الأكلات والأطباق اليمنية موجودة في المطعم اليمني، ما شاء الله تبارك الله. شوف حتى العصير هذه مع البرد يقوي الركبة، الفيتامين ده. ليمون خلاط، عرفتوا حق العربيات هذاك اللي يجي في نص الشارع يبيع ليمون خلاط، هو ذا نفسه طعم العربيه، طلعوه من اليمن جاء هنا هولندا يشتغلوا. اما المندي اللحم ايش اقول لك، شوف زي ما شفتوا يا شباب ضيافه المطعم اليمني، وهذا العنوان حقهم، والكربون عند الكاشير من طرف الكابوس خصم 30%. وضعك